السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله وحشني خالص خالص ومش عارفة اقول لكم ايه الفترة اللي عدت عليا ديت. والله مش عارفة انا غبت عليكم ازاي كل ده. وكمان فرحانة جدا اللي انا يعني مهتمين بيا وسؤالكم عليا وتسألوا عليا اللي انا غايبة ليه. والله ربنا يديكم يعني على قد نيتكم ويصلح حالكم ويوسع رزقكم، امين يا رب. يلا تعالى نعمله النهارده فيديو خفيف سريع كده اطمنكم عليا واقول لكم ان انا كويسه وبخير. هنعمل النهارده صينيه رز معمر كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهوت. حطينا عبرنا الرز وهنغسله وحاطين شويه زيت في القاع. بعد ما غسلناه وصفناه حلو وننزل عليه في الصينيه زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. ده الرز بقى المعمر الحلو بتاع ايام زمان كده اللي بيبقى كله خير لبن وقشطه وسمنة زبدة خير بيوتنا. زي ما انتم شايفين كده حطيت اللبن، انا حاطه عليه لتر لبن وكملت عليه بكوباية واحدة كمان مية وحطيت له يجي معلقتين 3 كبار كده من الزبدة زي ما انتم شايفين اهو. احط بقى عليه الملح وادخله بقى على الفرن، اولع من فوق ياخد لون من فوق وبعد كده اطفي عليه وبعد كده اسيبه بقى يغلي من تحت بقى ما يعملوش بقى من فوق كده. اجي طافيه عليه من فوق وسايبه من تحت بس عما يطيب. تعالوا بقى كان عندي بنجانتين كده في التلاجة، قلت اهي احمرهم في الزيت ونحشوهم مع بعض كده عشان ايه نحطهم جنبنا جنب الاكل كده بيبقى طعمه حلو. هنقليه واول ما نتكه كده على البتنجانة من فوق ونلاقوها ليونت تبقى هي كده خلاص طابت نطلعها. واهي شكل الصينية بعد ما استوت وطلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. بيبقى طعمه حلو وكله خير ودسم واللبن بيبقى بدسمه ونحطنا له كمان معلقتين من الزبدة كده بيدوله طعم ونكهة وبيبقى مفرفر كده يعني ايه ما يبقاش ماسك في بعضه. وكنا شاويين برضو سمك برا جبناه وعملنا الرز وسلطة والبتنجان طلعناه وحشناه وخرطنا بصل زي ما انتم شايفين كده. هو ده غدانا النهاردة. قلت ايه اطمنكم عليا وايه ويعني ايه اشجعكم كده للروتينات القديمة واشجعكم لان والله كانت فترة صعبة جدا جدا عليا عدت، بس الحمد لله على كل حال. كل اللي يجيبه ربنا كويس الحمد لله. زي ما انتم شايفين بقى كده قلت بقى اقوم اشوف مطبخي واروق مطبخي وابقى ايه نشيطة كده. الفيديو ده انا كنت مصوراه قبل العيد بس ما قدرتش انزله. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي نروق بقى مطبخنا كده وما نسيبش مواعين كتير في المطبخ علشان ما نكونوش متضايقين وكمان ما يكونوش تقال علينا. بيبقوا مكسلين بس بيتكاثروا في الحوض مش عارفة ازاي. كل اللي في ايده طبق ومعلقة وكوباية كله بيرمي. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكمان تكتبوا لي في التعليقات كلام حلو وطيب زي ما انتوا بتكتبوا لي حبايب قلبي ومنورين قناتي وفرحانة جدا 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 اللي انا عارفاكم كلكم وشخصيات كلها شخصيات محترمة. انا مبسوطة جدا والله العظيم اللي انا ربنا كرمني يعني مش متابعين لا هم اخواتي حبايبي اللي انا طلعت بهم من الدنيا والله العظيم. يعني بيدعموني على طول وبيسألوا عليا على طول ودي محبة يعني متبادلة سبحان الله. من حب ربه حب فيه خلقه الحمد لله يا رب. وانتوا كمان والله وحشين خالص ونسيت كمان اعيد عليكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وتعاد عليكم الايام بخير والسنة الجاية تكونوا كلكم محققين كل اللي بتتمنوه وانا زيكم كمان. يعني الحمد لله يا رب على كل حال وفي كل حال الحمد لله. كل اللي يجيبه ربنا كويس اختياره كويس وتدبيره كويس الحمد لله. انا طولت عليكم بس انا بحبكم جدا جدا والله وفرحانة اللي على سؤالكم عليا واهتمامكم اللي انا يعني فارقة وياكم وبتوحشوني زي ما انا بوحشكم. يا رب يديم المحبة ما بيننا. زي ما انتم شايفين بقى اهوت عمالة اغسل في المواعين ومش عارفة كانت بنتي ساعتها كانت بتقول لي ايه. كانت جاية من بره مش عارفة والله كانت بتسألني بتقول لي ايه. كنت حابة انزل المقطع ده بس استأذنتها مرضتش.
قالت لا يا ماما. قلت لها خلاص براحتك. بصراحة انا بقول لكم كل ايه، كل الجديد وكل الصراحة. اهم حاجة يا حبايبي كبروا لي القناة واشتركوا فيها وعلى طول يعني خلينا في تواصل كده على طول، ندعموني وتكبروني وتفرحوني كده بالقناة لما تكبر بيكوا كده، ومعايا نكون عيلة يعني عيلة كبيرة، ونسأل على بعض ونطمن على بعض زي ما انتوا كده مفرحيني. وما كنتش اعرف لما انا اغيب عليكم كده يعني سؤالكم عليا والححكم عليا كده تكونوا يعني انتوا عايزيني معاكم على طول، يعني انتوا عايزيني افضل يعني ايه صوتكم واسمعكم وتسمعوني وتبقوا معايا في حياتي. ما كنتش اعرف والله اللي انا يعني انتوا مهتمين بيا زي ما انا بهتم بيكم في كل حاجة واقدم لكم كل حلو، وما فيش اي لفظ ولا اي كلام خارج نقولوه ولا يطلع مننا. الحمد لله على كل حال. احنا قلنا بقى نروقوا المطبخ كده وانا بكلمكم وندردش كده مع بعض، واي حاجة حد نفسه فيها او بيتمناها ودعا كده يوم عرفات يا رب يتقبل مننا ويصلح حالنا كده، ويكون السنة الجاية ربنا يحققها لنا يا رب احنا والجميع، ونبقوا طمعانين كمان في ربنا ان شاء الله. لما يجي عرفات نكونوا يعني لما يجي الحج نكونوا واقفين على جبل عرفات، وليه لا؟ ربنا قادر على كل شيء. نحلم وان شاء الله ربنا عليه التحقيق. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هو اللي بيحقق كل شيء. احنا بنسعى وربنا اللي بيحقق كل حاجة. الحمد لله يا رب على كل حاجة. زي بقى ايه، لسه بنغسل في المواعين كانت كتير، وقلنا بقى ايه نبقوا شاطرين كده ونشمر كده ونغسلوا مواعيننا وننضف المطبخ ونسيقه معاكم ونروقه. هو كان قبل العيد الفيديو ده، كنت انا بروق ساعتها المطبخ علشان نقولوا ايه للمطبخ فركش بقى، علشان مش هندخلوك تاني غير بعد العيد. بس ايه اللي حصل لي بقى الظروف، وقلت الحمد لله على كل حاجة. الحمد لله. وانا هو بنزله لكم، بس بنزله لكم بقى بعد العيد. هو كان المفروض ينزل قبل العيد، لا هو نزل لكم بعد العيد. سامحوني بقى. كده بقى خلصنا اهو. نغسل بقى الحوض بتاعنا وننضفه والرخامة، وننضف بقى كده الحوض حوالينا كده، وكمان الحنفية نغسلها لان بيبقى عليها طرطشة من الصابون والمية وكده بتعلم على الحنفية. حتى لو مطبخك صغير مطبخك بسيط لازم من النظافة وتكون ريحته حلوة. هي الواحدة او يعني ملكة البيت ما يعني بنظافة مطبخها ونظافة حمامها. هو خلاص الشقة كلها نظيفة، يعني الحمام نظيف والمطبخ نظيف، يبقى كل حاجة في الشقة نظيفة. هو أهم حاجة المطبخ والحمام، لو هما نضاف الواحدة بترتاح وبيبقى شقتها كلها نظيفة. كمان بقى نغسل بقى البوتاجاز من طرطشة البتنجان، ولو في أي حاجة وقع عليه، علشان ايه نسيبوه بقى ايه فترة، نسيبوه طول اليوم نضيف وما يكونش مبقع، ولا اللي يخش يلاقيه مبقع وحش او عليه زيوت تمسك فيه. لا اغسليه على طول، مش هياخد حاجة لو انت بتغسليها على طول. مش هتبقي ناعية همه زي اي طبق، بسرعة وبالفوطة هتمسحيه وخلاص مش هياخد كتير. اما لما يبقى فيه بقع او الزيت ماسك فيه او كده بيبقى صعب، بتضطر تجيبيله يعني سايل او تجيبيله حاجة تنضفيه او اي حاجة. انا مش عايزة اقول اسماء، بس انت عايزة تنضفيه باي طريقة هترشيه اي حاجة علشان الدهون دي تطلع. فلا، الاسهل اي خلصنا الغدا خلصنا الفطار حتى لو بالفوطة مبلولة، لو ما فيهوش حاجة فوطة مبلولة هتمسحيه تطوقيه كده هيرجع جديد تاني ونضيف. اما تسيبيه الدهون هتمسك فيه وهيبقى صعب اللي انت ايه تغسليه او تمسحيه او كده، لازم ترشيه علشان يمشي ويبقى نضيف. اهم حاجة يا حبايبي اللي وصل معايا للحظة دي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد، وكمان
اكتب لي في التعليقات انا كنت وحشاه ولا لا. وكمان هي جت متأخرة. انا بعيد عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين وتعاد عليكم الايام بخير يا رب. هي جت متأخرة بس غصب عني والله. الحمد لله على كل حال. يعني انا بشكر ربنا في كل وقت ان ربنا يسهل الصعب يا رب. يا رب يسهل الصعب عليا وعليكم يا رب. والحمد لله على كل حال. وانا عارفة ان انا غبت طولت، بس سامحوني مش عملتش هغيب تاني. ونفضل على تواصل على طول. اهم حاجة ما تنسونيش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا لي تعليقات حلوة، وكمان تعمل لي لايك حلو. ومع السلامة يا حبايبي.